دار كيجي واحد دار وزير 5 سنوات وهو وزير ما ساهم والو وتيولي عنده تقاعد ديال 4 مليون. واش هذا حلال ولا حرام امام الله؟ باي حق انه يدي تقاعد طول حياته؟ صافي درت ولايه ديالك، قمط اللي قمط، عطاوك خلص اللي خلصتو، صافي اللي يعاونك. الو واش هذا الفيديو هذا غادي نديرو على الوزراء السابقين والبرلمانيين السابقين. اما الحاليين راهم خدامين لا حرج عليهم، راهم خدامين. بصح الفيديو هذا نهار من يتقاعدوا ولا نهار من يخرجوا من الوزاره ولا من البرلمان، يعني هذا الفيديو ليهم. كيما شفت واحد الفيديو السابق ديجا هاد المعلومه كنت عارفها، ولكن ماكنتش عارف دير لي ديتاي، وسمعت الفيديو هذا سمعوه معايا ونهضروا. حنا الحكومه اللي جات تنزل علينا من 56 نخدموا بزاف، نساهموا بزاف، ونتخلصوا شويه. وتيجي واحد دار وزير 5 سنوات وهو وزير ما ساهم والو وتيولي عنده تقاعد ديال 4 مليون. واش هذا حلال ولا حرام امام الله؟ كما سمعتوا معايا الفيديو هذا، البرلماني دخلنا عليكم بالله. نتوما البرلماني عنده ولايه وحده اللي فيها 5 سنين على ما اظن 6 سنوات، وانه من يخرج من البرلمان عنده التقاعد ديالو افي. ديجا كان يخلص تقريبا واحد 3 ملايين وتفاتف، ومن يدي التقاعد يعمل الله شحال كيبقى له افي طول حياته. ولايه وحده يدير لها انتري طول حياته. وكذلك الوزير انه قال لك هذا يدير 4 ملايين وطول حياته. باي حق انه يدي تقاعد طول حياته؟ صافي درت ولايه ديالك، قمط اللي قمط، عطاوك خلص اللي خلصتو، صافي اللي يعاونك. سالينا علاش انك تدي ولايه وحده وخاصك تبقى تخلص افي؟ وكاع البرلمانيين اللي دخلوا البرلمان وخرجوا من البرلمان وباقي كيخلصوا من اموال الشعب، وكذلك الوزراء يوم القيامه نحاسبكم درهم. والله يوم القيامه نحاسبكم بدرهم. دونك علاش باقي القطاعات كامله ملي كيديو لها انتريت كيديو لها انتريت اللي قليل، واللي يخدم 30 عام كاين اللي يخدم 35 عام، وفي التالي انه واحد خدم فقط 6 سنوات وعنده جميع الامتيازات ديال الوزاره وعنده جميع الامتيازات ديال البرلمان ولا البرلمانيين، ورغم ذلك من يتكمل الولايه ديالو اللي في الوزاره 5 سنين على ما ولا 6 سنوات في البرلمان، انه من غادي يجي غادي يتمتع بتقاعد افي. باي حق؟ شكون يعطيك داك الحق؟ انا كنهضر مع المسلمين اللي كيعرفوا بالله والدين بين الله وبين الرسول، واللي كيعرفوا يوم القيامه كاين، ويعرفوا الحق ويعرفوا الباطل ويعرفوا الحرام والحلال. اما هذاك اللي لهات نورمال هذاك ما نهضرش معاه هنايا، هذاك راه كون يصيب الزليج ياكلو ديال البرلمان يقلع يديه مع الدار. نهضر مع اللي فيهم شويه باقي فيهم شويه الحس الديني والايماني. علاش الاساتذه والمعلمين ورجال السلطه كذلك من الشرطه ومن العسكر ومن الدراك، وعلاش هذا ما يستافدوش؟ والقطاع الصحي والقطاع كاع هاد القطاعات كاملين علاش ما كيديو لها انتريت تبقى له عتساق الاربع، واش يعيش بها ولادو ولا يعيش بها في الدواء ديالو ولا يعيش بها اذا كان كاين مصيبه وبرلمان يجي تفتح كيما هكا. من هنا كنحاربوا الفساد، من هنايا غادي نديروا من اين لك هذا، من هنايا نبلعوا السقاقي ولا البزابز ديال الهدر المال العام باش الخير يبان على البلاد. كما قال مصطفى الخصم ماشي مشكل في الفلوس، وتوزيع الثروه في البلاد ما كايناش. شي يدي مليار وشي يدي عتساق الاربع. باي حق؟ والله يوم القيامه نحاسبكم بالواحد.